السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الممبار بطريقه سهله وسريعه وطعم في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل الممبار القمر ده ازاي. بسم الله. عندي اول حاجه كيلو من الممبار، انا جايباه متنضف جاهز من عند الجزار ومقلوب. طبقه الدهن هي اللي موجوده من جوه زي الفل زي ما انتوا شايفين. بس بغسله كويس تحت الحنفية وبنقعه في محلول مية وخل وليمون وشوية دقيق، بنقعه لمدة نص ساعة. وبعد كده برجع بشطفه كويس جدا بالمية وارجع انقعه في مية وربع كوباية من الخل لمدة ربع ساعة. وده شكله بعد ما نقعته زي الفل. وهنا انا محضرة بصلة متوسطة مبشورة، هضيف عليها رشة من الملح والفلفل ومعلقة كبيرة من الخل وبقلبهم كويس مع بعض. وببتدي بقطع الممبار. تقطيع الممبار هنا بيكون زي ما انتوا عايزين، وبنزل بيه على طول في تتبيلة البصل وبقلبه كويس معاها. ريحته جميلة ما شاء الله. هسيبه في التتبيلة مدة 10 دقايق لغاية ما احضر خلطة الحشو. ودلوقتي في طبق واسع او صينية هحضر خلطة الممبار. عندي نص كيلو من الرز المغسول ومتصفي كويس من المية. كيلو الممبار بياخد نص كيلو من الرز. وهضيف على الرز بصلتين كبار متقطعين وحبتين من الطماطم متقطعين برضو قطع صغيرة. وهضيف الخضرة، عندي 3 حزم من الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة متقطعين صغير. هنا بتستخدمي نوع الخضرة اللي بتفضليه والكمية اللي بتحبيها، ممكن تزودي او تكتري حسب الرغبة. وبنزل دلوقتي بمعلقتين من الصلصة، وممكن تضيفي لو حابة فلفل احمر تقطعيه لقطع صغيرة. والتوابل عندي ملح وفلفل وكمون وكزبرة وسبع بهارات. طبعا كمية التوابل حسب كمية الخضار اللي انتي حطاه، بتظبطي طبعا الطعم في الاخر. وعندي اخر حاجة 4 معالق كبار من الزيت. وهقلب كل ده مع بعض. ما ينفعش طبعا التقليب بمعلقة، لازم بالايد. وندعك الخضار والتوابل مع الرز كويس لغاية ما يختلطوا ببعض ونشم الريحة الجميلة بتاعتهم. وكده تكون الخلطة بقت جاهزة. احلى واسهل من كده مفيش. وهنا انا بخرج الممبار من تتبيلة البصل، بمسك كل صباع كده بين ايدي وببتدي بصفيه من التتبيلة. مش مشكلة لو كان عليه بواقي من بصل التتبيلة. وهنا هبتدي احشي الممبار، هاخد جزء من الخلطة في طبق صغير ابتدي احشي بيهم، ولما يخلصوا بحط غيرهم. وده عشان ما احطش الممبار على الخلطة كلها، حرام، عشان لو جزء اتبقى من الخلطة ارجع استخدمه تاني وما يكونش متبهدل من الممبار. ممكن بقية الخلطة ديت احشي بيها شوية فلفل او لو عندك بتنجان او ورق عنب. اسهل بقى طريقة لحشو الممبار، بمسكه من طرفه وبصباعين بفتحه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبايدي التانية ببتدي احط فيه الخلطة. طريقة سهلة جدا. وبزق بايدي كده وبوزع الرز على صباع الممبار. اهم حاجة ان انا مكبسوش بالرز، واخلي الطرف من الناحيتين يكون مش مليان بالرز زي ما هتشوفوا كده. بيكون صباع الممبار بعد ما يتحشي شكل المسطرة كده، مش مليان على اخره بالرز. ويكون طبعا فاضي من الطرفين مسافة 2 أو 3 سنتي. اعمل معاكم واحد تاني. بفتح كده بالصباعين من طرفه، وببتدي بحط الرز جواه وبزق الرز. وبعد كده بوزع الرز في الصباع بشكل الصباع زي ما انتوا شايفين، مبطط مش مكبوس بالرز.
طريقة سهلة جدا للحشو ومش هياخد مننا وقت ويطلع معانا احلى ممبار. وده شكل الصباعين اللي حشيتهم، وهنا كملت بقيت حشو الممبار. تعالوا بينا نشوف الخطوة الجاية. هبتدي اسلق الممبار. عندي حلة على النار فيها مية، اول ما ابتدت تغلي نزلت فيها ببصلة متقطعة وجزرة متقطعة، وهضيف التوابل. عندي معلقة صغيرة من الملح، مش بكتر ملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وورق لورا، وحبهان. بضيفهم وبسيب الحلة ترجع تغلي كويس قوي. وبعد كده بنزل بالممبار. بحط الممبار ازاي؟ بمسكه من الطرفين وبنزل بيه في المية بالشكل ده. اول ما بنزله في المية بيقفل على نفسه. اطلع واحد كده اوريهولكوا، ده شكله بعد ما بينزل المية. هسيبه يستوي وبعدين نرجع نشوفه. وهنا الممبار بعد ما استوى، بعرف ازاي انه استوى من عند الجلدة اللي في اوله دي. بشدها كده، اول ما بلاقيها بتتقطع بسهولة يبقى كده استوى. ببتدي اخرجه بمصفى واسيبه يبرد شوية. مدة التسوية يعني من نص ساعة لساعة الا ربع، هو اخد مني نص ساعة بالظبط. وهنا بعد الممبار ما برد هبتدي احمره. عندي طاسة رفعتها على النار وحطيت فيها معلقة من السمن وشوية زيت. انا مش بحب احمره في زيت غزير، انتوا كمان ممكن تستغنوا عن معلقة السمن وتستخدموا الزيت بس. اول ما الزيت والسمن بيسخنوا بنزل على طول بالممبار، بحمره وبديله تحميرة من كل ناحية لغاية ما ياخد اللون الجميل ده زي ما انتوا شايفين. كده يكون عملنا احلى واسهل ممبار. واخر حاجة بديله رشة ملح وفلفل ورشة صغيرة من القرفة، ممكن تستغنوا عنها طبعا بس بجد بتديله طعم خطير. اخد لون جميل وريحته قلب الدنيا، شكله زي ما انتوا شايفين بيتكلم عن نفسه. نقطع واحدة كده ونشوفها. الخلطة لونها جميل ومظبوطة اخر ظبط، وطعمه في منتهى الجمال. اتمنى يعجبكم وتجربوه. وبقدمه تحته شوية من البقدونس. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، واستنوني في فيديوهات جاية ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.